تخيل معايا، كاين بلايص في الكون كتقدر تبتلع كوكب كامل بلا ما تحس. هذا الكون ماشي مجرد نجوم وكواكب، راه العالم غامض خطير وبلا حدود. الأرض ديالنا غير كوكب صغير كيدور حول نجم واحد سميتو الشمس، ولكن في المجرة ديالنا درب التبانة كاينين أكثر من 100 مليار نجم، يعني مئات المليارات ديال الشموس، وكل وحدة ممكن يكون دايرة بها كواكب بحال الأرض ولا أغرب منها. المجرة ديالنا نفسها غير مجرة واحدة من بين مليارات المجرات في الكون. كاين مجرات أكبر بزاف، كاين مجرات كتدور، كاين مجرات تصادمات، وكاين حتى مجرات كتبتلع مجرات أخرى. وكاين كواكب عجيبة بزاف. كاين كوكب فيه مطر ديال الزجاج كيطاح بسرعة خيالية. كاين كوكب مظلم تقريبا ما فيه حتى ضوء. كاين كوكب سخول لدرجة أن الحديد فيه كيدوب بحال الماء. وعندنا الثقوب السوداء، أماكن في الفضاء الجاذبية ديالها قوية بزاف، أي حاجة تقرب ليها كتختفي، حتى الضوء ما كيقدرش يهرب منها. وفي وسط المجرة ديالنا كاين ثقب أسود عملاق كيشد النجوم يدوروا عليه بحال لعبة. الفضاء حتى هو صامت، ما كاين لا صوت لا هواء، إلا صرخ شي واحد تما حتى حد ما يسمعه. وكاين سؤال كيحير العلماء حتى اليوم: واش حنا اللي بوحدنا في الكون، ولا كاين شي شكل آخر ديال الحياة في شي بلاصة بعيدة؟ حيث الكون كبير بزاف لدرجة صعيب نصدقوا أننا الوحيدين. وكل عام العلماء كيكتشفوا كواكب جديدة خارج المجموعة الشمسية، بعضهم قريبين في الحجم ديال الأرض، وبعضهم ممكن يكون فيهم ماء، والماء هو مفتاح الحياة. ولكن كل ما عرفنا أكثر، كل ما عرفنا باللي مازال ما عرفنا والو تقريبا. الفضاء بحر بلا شط، كل جواب كيولد سؤال جديد. ودابا تخيل معايا، هاد الكون كامل بهاد الحجم وبهاد الأسرار، وحنا غير نقطة صغيرة فيه. واش هاد الشي كيخوه، ولا كيخليك تحس بالعظمة ديال الخلق؟